أيها الأخوة، أيضا مما يتعلق بهذا الدرس سؤال صغير جدا له علاقة بالدرس الأول. هذا السؤال يقول: ما معنى عبرة التاريخ؟ ويل ديورانت المؤرخ العظيم للحضارة الإنسانية الذي مكث 30 سنة بالضبط 25 سنة متواصلة يؤرخ لمسيرة الإنسان، هذا الرجل أنهى حياته بكتيب لطيف جدا سماه عبر التاريخ. والقرآن أيها الإخوة، القرآن يستخدم نفس المصطلح، العبرة، المثل، عبر ومثلات. متى ولماذا وكيف تصير الأمة عبرة مثلة من المثلات؟ كيف ولماذا؟ تعلمون لماذا ومتى وكيف بالضبط؟ حين تعجز الأمة عن التقاط فكرة تموت وعن التقاط فكرة تبرز لتعيش. لا تستطيع الأمة التقاط هذه الفكرة. سأوضح هذا بالأمثلة. ومع ذلك أيها الإخوة أن على الأمة أن تدفع ثمنا نستفتحه بلا شك، ثمن يستفدح، ثمن فادح عظيم جدا من التعويض والتخريب. كل ما سيكون هنالكم إما تعويض، إعاقة حضارية، إعاقة عقلية، إعاقة فكرية، إعاقة اجتماعية، سياسية، عوق على جميع المستويات، وأيضا تخريب وتدمير، استهلاك للذات، تدمير للمنجزات أيها الإخوة، ليس عيشا على الرصيد استهلك أصلا، تدمير للأسس. لماذا؟ لأن الأمة لم تحسن التقاط أيها الإخوة منسوخية فكرة. ما ننسخ من آية أو ننسها، الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها. تعلمون أنتم هذه الفكرة جيدا، كيف أن بعض الآيات نسخت آيات أخرى. تقول لنا بصيغة أخرى: هذه الآيات المنسوخة انتهى زمنها، غير صالحة للعمل، غير ملائمة للتنشئة وللتربية، لا يؤخذ منها أحكام، اتركوها، اتلوها للتبرك لكي تعلموا فقط مسار الاستكمال التشريعي، لكن لا تعملوا بها. كذلك في حياة الأمم أيها الإخوة، أفكار كثيرة منسوخة، مبادئ تنسخ، أوضاع، وسائل وأهداف حتى جزئية مرحلية نسخها الزمان، لابد أن نتجاوزها. إذا لم تستطع الأمة أن تلتقط هذه الفكرة المنسوخة ستبقى تعيش في عالم منسوخ. التاريخ سينسخ هذا العالم المعيش المتجمد المعوق المدمر الذي يستهلك نفسه. انظروا إلى البيان القرآني. الجن الذين كانوا مسخرين لسليمان كان يسخرهم ببلاش بلا فلوس في البر والبحر والجو، استعبدهم بكلمة الله، بقدرة الله تبارك وتعالى. وجلس النبي الملك عليه الصلاة والسلام متكئا واضعا ذقنه على طرف عصاه الغليظة، وأخذته سنة النوم وأغرق في النوم. وكانوا في العبودية، كانوا في السخرة، وظلوا مستعبدين، لم يلتقطوا الحقيقة الجديدة. سليمان النبي الملك العظيم انتهى عصره. كانت حقيقة لكنها نسبية، ومعنى نسبية هذه الحقيقة أنها منسوبة إلى زمانها وظروفها وشرائطها. في ظروفه وبشرائط معينة في زمنه كان سليمان النبي الملك العظيم الذي سخر له كذا وكذا وكذا، لكن انتهت هذه الحقيقة، نسخها التاريخ. لم يلتقطوا هذه الفكرة. اقرأ القرآن قراءة حضارية، هذا هو ما تعطيه أيها الإخوة، بعض ما تعطيه القراءة الحضارية للنص الديني. لم يلتقطوا هذه الفكرة التي أصبحت وهما. الحقيقة تصبح وهما متى؟ حين تنسخ، وأنت تزعم وتصر على أن تعاملها على أنها لا تزال حقيقة. أنت تتعامل مع وهم، والنتيجة كما قلت لكم تعويق وتخريب. قال تبارك وتعالى: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قال الراغب: المكان مكانه، نفس الشيء، إنهم يدرون يروحون في مكانه، لأنهم كفار مكة وكفار الجزيرة لم يلتقطوا أن الصنمية انتهى دورها، أن الوثنية أصبحت وهما لأنها فكرة منسوخة. كانت حقيقة في قوم صنميي العقول، تغيرت العقول، تغيرت الأمزجة، تغيرت الشروط الحضارية. الرحم دفعت بشيء جديد إلى الوجود، إلى الشهادة. لا، لم يلتقطوا. النبي قال لهم: ابقوا مكانكم، اعملوا على مكانتكم، راوحوا في مكانكم. مثل فيروس الكمبيوتر يراوح في مكانه حتى يحترق الكمبيوتر الحاسوب. هكذا تستهلك الأمة نفسها لأنها تعمل على مكانتها. هذا معنى اعملوا على مكانتكم. لكن بعد أن خر
جاءت الحشرة أيها الإخوة، دابة الأرض، وأكلت هذه المنسأة، هذه العصا الغليظة، أكلتها من الداخل، الله أعلم بعد كم. فخر النبي الملك عليه السلام، فعلموا أنه فتحرروا من العبودية. لكن ما الذي حصل؟ إن عدم التقاطهم وفات فكرة في أوانها، والتقاط فكرة جديدة تحكي وتترجم واقعا جديدا ينشأ من رحم الأحداث والتاريخ، أطال عليهم عمر المعاناة ومدة الفشل، وكرر فرصة الخطأ. هذا الذي يحصل معنا أيها الأخوة في أوروبا هنا، وفي القرن السادس عشر، في منتصف القرن السادس عشر، كتب فيلسوف شاب مات عن 32 سنة، فيلسوف عبقري من أحسن الذين شرحوا الاستبداد والطغيان، تيون دي لوبواسييه الفرنسي، كتب مقالة رائعة جدا، من قرأها لابد أن يقرأها غير مرة، فيه أنظار ممتازة. العبودية المختارة، كيف تختار الشعوب عبوديتها، كيف تصنع أغلالها، كيف ترى عكسا لماركس. ماركس كان يقول ليس لدى العبد ما يخسره إلا قيوده، كان قاصرا جدا ماركس هنا. بالعكس، المشكلة ليست في أن نحفز العبد لكي يكسر القيد، كلا، المشكلة أن يفهم العبد أولا أنه قيد. وقد قال أبو الطيب الذي كان أكثر حذقا وفهما لنفسية الجماهير من كارل ماركس، قال قد يعيش الناس في الضيم حتى لا ترى الضيم أنها لا تضام. قد تعيش الناس في الضيم حتى لا ترى الضيم أنها لا تضام. فتسقط كلمة ماركس هنا، لا يصبح لها مفعول. لماذا؟ لأن العبد لا يرى أن قيده هذا هو شيء سيخسره أو لا يخسره، إنه يراه كسبه الوحيد. هذه العبودية هي الكسب، هي حلاوة أيها الإخوة، لها حلاوة العسل. هذه المشكلة. فالشعوب لا تثور حين تظلم أبدا، ولا الأفراد. متى يثورون؟ حين ينشأ لديهم وعي بالظلم وإدراك لفداحة العبودية، لفداحة الظلم. هذا الإدراك وحده وبذاته أول خطوة في التحرر، وهو وظيفة المفكرين الأحرار، وظيفة المثقفين النبلاء والعلماء الشرفاء وأصحاب الأصوات الصادحة والعقائد أيها الإخوة الصارخة بالقيم الصحيحة، بالقيم المعافاة أيها الإخوة، أن ينقلوا التناقضات من العينية إلى الذهنية، إلى أذهان الناس، إلى وعي الناس، أن نشعرهم وليس نشعرهم فقط. بماذا؟ بالظلم الذي يعيشونه، بالتناقض الذي يدفعون ثمنه فادحا مغرما ثقيلا جدا. ما لم يفهموا هذا العمل مستحيل. وشجاعة أفراد أيها الإخوة من أمثالنا لا تجدي، إنهم سيكونون في مقام وبمكان الهزء والسخرية والشماتة. كان متحمسا جدا، كف لا تناطح المخرز، متحمسا جدا، بيستاهل معناها الذي وقع له. هذا ما ستأخذه من أجل الذين ضحيت من أجلهم، الشماتة والهزء والسخرية، لأنك ضحيت من أجل أناس لا يستحقون. ولماذا لا يستحقون؟ لأنهم يرون عبوديتهم هي كل مكاسبهم، كل كسبهم، أكبر كسب يحتفظون به العبودية. حتى الحيوانات لا ترضى أيها الإخوة بهذا المقام. الفيل يتحدث تجار العاج حدثا أيها الإخوة ما هو بالأباطيل، ما كان حديثا يفترى، إنه حديث واقعي صحيح علمي. الأفيال حين تطارد ماذا تفعل؟ الأفيال ذوات الأنياب العاجية التي جرت لها البلاء، تماما كنفط العرب الذي جرى لهم البلاء. يا ليت العرب تصرفوا بنفطهم كما تصرفت الأفيال، كان أفضل وأكرم علينا ولنا. ماذا تفعل الأفيال؟ مباشرة تعدو إلى أقرب شجرة غليظة وتغرز أنيابها العاجية في الشجرة وتتركها مكسورة، إنها تقايض بها حريتها. الله أكبر! هذا الفيل الكائن الضخم بالعقل الصغير، إنه أكبر من عقول كثير من شعوب مستعبدة، ترى في عبوديتها كسبا يستحق الاستبقاء والمحافظة والظن به. هكذا إن أفرادا من النسور والفهود والأسود أيها الإخوة ترفض التناسل داخل الأسر خلف القضبان، ترفض، ليس كلها، حتى فيها تفاوت، حتى هي بعضها أفراد منها ترفض، لا تريد أن تورث ذراريها مر العبودية وهوان الضعف والانكسار تحت رحمة إنسان لا يعرف الرحمة أصلا. هكذا. فيا ليت البشر تفهم هذه المعاني،
يا ريت البشر يفهمون هذه المعاني. البشر الذين يزعمون أن خروج أبي عبد الله كان أشبه بانتحار، كان خطة غير مدروسة، خرج معجنا عن الرجل الإمام الجليل كأنه كان ابن 20 سنة، الإمام الجليل الملهم الرباني أيها الإخوة الذي عقدت الأمة كلها الآمال عليه، خرج معجنا في خطة غير مدروسة. ماذا نقول؟ لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، أستغفر الله حفاظا على الجميع.